السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الأسطى كرم أبو دياب، ميكانيك التكاتك. النهاردة معانا الكبرتير زي ما انتم شايفين كده. تمام. هو بيدخن ويعني بيطلع دخانة سوداء وبياكل بنزين. فاحنا دلوقتي هنعمل له عملية النظافة، فهنعمل كل حاجة قدامكم كده. هنفك الكبرتير. هنشوف احنا هننضفه بالبنزين وهننضفه بحاجة تانية كده هوريها لكم، بس هي غالية حبتين يعني. كده فكينا. ضل العوامة، بك العوامة، نفك البكات. أهم بك ده، البك ده أهم بك، هو اللي مشغل المكنة ده. شايفيني عليه؟ أنا في البك ده بفكش إلا غير إيه؟ بك البنزين ما بفكش إلا غير البك الصغير ده بس، الفونة الصغيرة. طلع أي خرطوم، أي حاجة بلاستيك كده هطلعها. مسمار اللي هو مسمار الصنص برضه هفكه، لأن هعمل له عملية نظافة كامل. خلي بالك على السوست. في وردة جوه، يعني دي في وردة جوه. ادي الوردة. تمام. كده هنغسل بالبنزين بس كده. صب لي كده. هعمل كل حاجة كده بإيه قدامكم. صب لي أهو. بص أنا بعمل إيه، بصوا أهو أهو. طبعا ده احنا ايه اخرنا بالبنزين. صب صب.
طبعا احنا كده ايه، كده احنا نضفنا زي ما انتم شايفين اهو. كده اي حد هو نظافة الكباتير هي زي كده صح؟ ده اخرنا في النظافة. انا هوريكم جايب ايه. جايب العلبة دي، بصوا ركزوا ركزوا لاحظ. الاسود رجع ايه، شايفين؟ بصوا المنظر من هنا من ورا اسود اهو. بصوا من الحتة دي، شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق المنظف اهو، فرق المنظف. وده لسه ما اشتغلتش فيه اللي هو الايه من ورا كده، لسه ما اشتغلتش فيه. اهم حاجه انت وشغال كده البكات، مكان البكات اهو اهو. اهم حاجه اي فتحه تقابلها تديها اهو. زي ما انتم شايفين كده رجعنا الكبرتير جديد اهو. شايفين الكبرتير؟ شايفين اهو. ده اهم حاجه. خلاص انا نفضته، اسيبه كده لمده 10 دقايق وبعدين ارجع اقفله اهو. انا كنت بس حبيت اوريكم بس نظافه الكباتير ازاي اهي. واهم حاجه مسامير، ده مسمار الهواء برضو لازم ننضفه. مسمار الصلنسير، والبك الصغير اللي انا وريته لكم ده بك الهواء. بك الهواء ده هو اللي مشغل المكنه. كده يكون ايه، خلاص خلصنا نظافه الكباتير. والف شكر على المتابعه، شكرا.